أكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن قرار إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاصه، معلناً بأن عدد القطيع الوطني في تراجع مستمر بنسبة 38% منذ عام 2016. الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس أن الوزارة قامت بإجراء إحصاء لرؤوس الماشية في مراحله النهائية، والذي أظهر نقصاً حاداً في القطيع بنسبة 38%، حيث كان المغرب يذبح 230 ألف رأس سنوياً، بينما وصل العدد الآن إلى ما بين 113 ألفاً و15 ألفاً رأس، مع تغطية النقص عبر الاستيراد، خاصة بفضل التسهيلات الضريبية على استيراد الماشية واللحوم الحمراء. وأكد البواري أن عدد القطيع الوطني تأثر بشكل كبير جراء 7 سنوات متتالية من الجفاف، مما جعل القطيع يعتمد بشكل كبير على العلف في ظل غياب المراعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأشار الوزير إلى أن وتيرة الاستيراد هذا العام شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي، حيث تم استيراد 218 ألف رأس من الأبقار و24 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 704 طن من اللحوم الحمراء، مما ساعد في تحقيق نوع من التوازن في الأسعار.